طب يا جدعان، في خلال الفيديو النهارده ان شاء الله هنحلل فيلم موربيوس، وبلاش ان احنا نطول ولا نبدأ الفيديو. وفي البدايه لازم اقول له التنبيه اللي هيتقال في كل فيديو من الفيديوهات بتاعه السلسله الجديده. كل الافلام اللي هحللها هنا في القناه هي الافلام بتاعه شخصيات عالم مارفل، سواء من عالم الام سي يو او من اي شركه تانية، سواء شركه فوكس او يونيفرسال او غيره. وهدف السلسله دي ان انا اكشف لك اهم الايستر ايجز والخفايا اللي كانت موجوده في خلال كل فيلم من دول. ولكن انا بالنسبه لي ولا هلخص ولا هشرح المواقف اللي هي كانت موجوده، لان الافلام دي هي موجوده اونلاين وممكن ان انت تتفرج عليها بسهوله. ولحد ما برضه ممكن التفاصيل اللي انا هذكرها دي ممكن تمهد لفيلم افنجرز سيكريت وورز. في البدايه احنا عندنا فيلم بيبدا المنطقه اللي اسمها تلال الموت اللي موجوده في كوستاريكا، وبنشوف ان دكتور مايكل موربيوس بيوصل هناك عشان يعمل التجربه بتاعته، وده مع الخفافيش اللي هي برضه مستخبيه هناك. والرقم الموجود فوق ده هو ده الرقم بتاع نوع الطياره، ولكن مش تلميح على شيء مهم. وبنلاقي ان موربيوس الخفافيش بتتجمع على ايده عشان تمتص دمه، ونفس المشهد ده كان موجود في الاعلانات كلها، مفيش اي جديد. وبنرجع للزمن ب 25 سنه للماضي في اليونان، وبنشوف ان مايكل ومايلو الاتنين بيقابلوا بعض وهم موجودين في المستشفى. ومايكل موربيوس بيعمل الورق على شكل اورجامي للخفافيش كحنيكه يعني من المخرج على اساس انه الواد ده هيكون هو موربيوس. فخلي بالك يعني في كميه ايستر ايجز هنا غير طبيعيه. وعشان تحس برضو بالشخصيه دي اكتر، فانت بتشوف مشاهد للتنمر على الشخصيه بتاعه البطل، وبتلاقي برضو موقف تاني على ان مايكل من صغره هو شخص عبقري، عشان كده هو بيروح للمكتب بتاع المدير، لانه هو المدير بيذكر في كلامه المدرسه اللي موجوده في نيويورك للاطفال الموهوبين او جيفتد تشيلدرن، هي تعتبر ريفرنس على العالم بتاع الاكس مان والمدرسه بتاعه تشارلز اكزيفير. لو هتسال ايه العلاقه، فالحوار هو معقد شويه ولكن هو برضو بسيط. شخصيه موربيوس وكل الشخصيات اللي هتبقى موجوده في العالم بتاع سوني هتنتقل للعالم بتاع الام سي يو، لذلك برضو العالم بتاع فوكس والاكس مان وكل الناس دي كلها هتبقى برضو موجوده في العالم بتاع الام سي يو. يعتبر تلميح بسيط ولكن لصالح عالم الام سي يو. ممكن الله اعلم بقى قدام يجيبوا لك شخصيات تانية يقول لك ان الشخصيات دي من الكون بتاع موربيوس، نسخ فاريانت من العالم بتاع موربيوس. طبعا برضو المخرج العبقري هنا بيوريك ان هو مايلو هيعتبر هو الشرير قدام في المستقبل بتاعه، عن طريق المشهد بتاعه وهو بيضرب الاطفال اللي هم بيتنمروا عليه. وده بالمناسبه هو نفس المخرج اللي اكد ان هو فينوم هيبقى موجود جوه الفيلم، فخلوا بالكم. بعد كده بنروح للمستشفى وبنلاقي فيها موربيوس وهو قاعد هناك مع واحده اسمها انا. فكرت كل حاجه تبع الموضوع ده ساعه التحليل بتاع الاعلان، فما فيش هنا اي جديد هقوله في خلال المشهد. ولكن المشهد اللي بعده بنشوف فيه صاحبته الدكتوره اللي هي بانكروفت، بتبقى ماسكه في ايديها الجريده بتاعت الديلي بيوجل، ومكتوب فيها انه مر 90 يوم بدون اي اشاره على وجود سوبر هيرو في المدينه. وهنا بقى انا عايزك تحلل معايا. ديلي بيوجل هي موجوده في نيويورك. نيويورك البطل بتاعها هو سبايدر مان، يعني الكلام هنا عن سبايدر مان بس. المفروض انه سبايدر مان كان موجود في الكواليس بتاعه الفيلم، ولكن هو اتشال ليه بالظبط احنا نفسنا مش عارفين. كمان برضو اللوجو بتاع الديلي بيوجل هنا هو نفس اللوجو بتاع الديلي بيوجل من عالم فينوم توم هاردي، كده الاثنين يعتبروا موجودين في نفس العالم. طبعا كل المشاهد اللي بعد كده انا حللتها ساعه الاعلان وبالفعل هي طلعت صح، مش محتاج ان انا اضيع وقت تاني واتكلم عليها تاني. بالنسبه للمشهد بتاع السفينه، فكل الضرب اللي بتشوفه هناك هو طبعا ما فيهوش اي نقطه دم، وده طبعا عشان الفيلم هو بي جي 13 يعني مش للكبار فقط، هدفه في الاول وفي الاخر يجيب شويه فلوس من الاطفال. يمكن الحسنه الوحيده اللي موجوده هنا انه الفيلم ده بالرغم ان هو مش رعب، بس هو يعتبر اكشن بس بسيط شويه، بحيث ان هم يداروا الموضوع بتاع العنف وبتاع الدم، وده عن طريق ان هم نخلوا معظم المشاهد اللي موجوده هنا تكون مشاهد مظلمه، بدل طبعا افلام فينوم اللي هي كانت العنف موجود قدام عينك ولكن مش باين فيه اي نقطه دم. برضه عندنا بعد كده الاحداث بتاعت سان فرانسيسكو اللي هم بيتكلموا عليها المحققين، هي نفس الاحداث اللي كانت موجوده في خلال فيلم فينوم ليت زير بي كارنيج، وهي دي نفس الاحداث اللي قام بيها الشخصيه بتاعت كليدوس كاسيدي. بالنسبه للمشاهد اللي بعد كده تحس ان هي متاخده من الثلاثيات بتاعت ذا دارك نايت، واغلب المشاهد الباقيه برضه تحسها ان هي متاخده او مستوحاه من افلام تانية بنفس الستايل بتاع التصوير، بنفس برضه المشاهد اللي كانت موجوده، زي المشهد بتاع المترو اللي هو متاخد حرفيا من فيلم ذا ماتريكس. وبنلاحظ سريعا في خلال المشهد بتاع الفايت سين اللي موجود هناك في المترو انه في تلميح على شخصيه باسم بازيلسك، واللي احتمال يكون هو الفيلن بتاع موربيوس في خلال الجزء الثاني في حاله انهم هيعملوه. عندنا المشهد بتاع موربيوس وهو داخل على الناس اللي هي بتزور فلوس، برضه تحس ان هو مشهد سخيف من الدرجه الاولى، ولا جمدان ولا اي حاجه تعتبر جامده فيه. غير كده الكلام اللي بيقوله كلام سخيف، يعني يا ريته ما كانش اتقال اصلا. وتقريبا ذكر اسم فينوم هنا هو يعتبر ده الظهور بتاع فينوم على حسب كلام المخرج، لان انا شفت الفيلم كله من اوله لاخره 50 مره فينوم برضه ما ظهرش، مع ان المخرج بنفسه مأكد. بنمشي بالمشاهد بعد كده لحد لما بنشوف المشهد الاخير بتاع موربيوس وهو بيقتل مايلو عن طريق الخفافيش، هو بيستدعيهم فهم بيموتوا مايلو، واللي هو المفروض عنده نفس القدره برضه بتاعت مايكل موربيوس. والمشهد بتاع الموت هنا هو يعتبر متاخد من فيلم باتمان بيجينز. صراحه ما فيش اي حاجه تاني جوه الفيلم اتكلم عليها، ولكن اللي اتذكر بشكل
بشكل رسمي انه كيفن فاجي صرح ان هو وايمي باسكال ممكن يخلوا الشخصيه بتاعت موربيوس ان هي ممكن تظهر في خلال فيلم من الافلام اللي موجوده في عالم الام سي يو. وطبعا على حسب الاخبار اللي كانت عماله بتنزل ممكن يظهر في خلال فيلم بليد، وممكن ان هو يظهر في الاعمال بتاعت الام سي يو اللي هي بتاعت سبايدر مان توم هولاند، واللي هو غالبا ممكن في خلال المشروع بتاع سينستر 6 اللي عالم الام سي يو هيقدمه، ولكن مش عارفين اذا كان قبل السيكريت وورز ولا بعدها ولا امتى بالظبط. وطبعا على حسب السكريبت المتسرب بتاع فيلم فينوم 3 فالشخصيه بتاعت مايكل موربيوس هيظهر في خلال البوست كريدت سين بتاع الفيلم. دلوقتي هنتكلم على البوست كريدت سين. شوف ان السما بتتشقق زي النهايه برضو بتاع سبايدر مان نو واي هوم، ويظهر فولتشر وهو موجود في السجن الجديد اللي هو بتاع عالم سوني، بيستغرب ان هو موجود في زنزانه غير الزنزانه بتاعت عالم الام سي يو اللي هو الزنزانه اللي هو دخل فيها قبل كده في هوم كومينج. وطبعا بيظهر بيقول النكته السخيفه على ان الاكل هنا يا ريت يبقى كويس، نكته غبيه برضو من المخرج بس ما علينا. شوف ان هي الحجه اللي بيخرج بيها الفولتشر من السجن ان هو في شخص غريب اسمه ادريان تومز هو اتسجن، كان على حسب الملفات بتاعت الشرطه فالشخص ده مالوش اي سجلات عندهم، وبالتالي الشخص ده المفروض ان هو شخص بريء، ده على طول بيخرجوه. المفروض المشهد بتاعه هو بيقابل موربيوس، المفروض ان هو المشهد ده كان هيبقى موجود جوه الفيلم، لكن برضه هم شالوه من غير اي سبب واضح ومن غير ما نعرف هو ايه اللي كان حاطه اساسا جوه الفيلم. وده هيخلينا ان احنا نسال سؤال تاني برضه ملوش اي اجابه، ازاي الفولتشر عرف الشخصيه بتاعت موربيوس؟ طبعا السؤال ده ولا المخرج هيجاوب عنه ولا اي حد تاني هيجاوب. فنخش على النقطه اللي بعدها، البوست كريت سين التاني اللي هو نفس البوست كريت سين الاول بس ممتد. بنشوف فيه ان هو بعد فتره صغيره من البوست كريت سين الاول بيظهر موربيوس وهو رايح عشان يقابل الفولتشر، مكان فاضي معرفش اذا كان اساسا هم عارفينه ولا ده اي مكان صدفه. المهم بالله الفولتشر ان هو لابس بدله جديده غير اللي كانت موجوده في سبايدر مان هوم كومينج، ودي بالمناسبه مش نفس البدله اللي كانت موجوده في ذا اميزنج سبايدر مان 2. والمهم اللي بيقولوا هنا ان هم عايزين يتعاونوا مع بعض عشان شيء كويس، ان هو الطريقه اللي وصل بيها للعالم بتاع مايكل موربيوس اللي هو العالم بتاع سوني هو يعتقد ان ليها علاقه بالشخصيه بتاعت سبايدر مان، وهنا هو قال سبايدر مان مش بيتر باركر، وده لان التعويذه بتاع دكتور سترينج هي نست الناس مين هو سبايدر مان، فالناس كلها مش فاكره بيتر باركر ولكن فاكرين سبايدر مان. وبيتر باركر المفروض ان هو في العالم بتاع الام سي يو مفيش اي حد فاكره، كانه حرفيا اختفى من كل السجلات. فالمهم الفولتشر هنا مش فاكر اي حاجه غير سبايدر مان بتاع سبايدر مان هوم كومينج. طبعا موربيوس هنا مش بيقول اي حاجه غير انه ده شيء مثير، وعلى حسب الكلام بتاع المخرج نفسه اللي هو حرق الفيلم قبل ما هو ما ينزل الغبي، هو اكد انه الفيلم ده بيمهد للفريق بتاع السينستر 6 اللي هيبقى مركزهم في العالم بتاع موربيوس. اكد ان هو في العالم بتاع موربيوس في نسخه من سبايدر مان ولكن ما وضحش مين هي، سواء توبي ماجواير او اندرو جارفيلد. والسينستر 6 في العالم ده على حسب التسريبات القديمه هيكونوا الفولتشر وموربيوس وهاري اوسبورن وكريفن زانتر وفينوم توم هاردي وميستيريو، واحتمال في حد من دول يتغير بالشخصيه بتاعت راينو او الليزر، واحتمال دكتور اوكتوبوس ينضم هو وسكوربيون. انا عارف ان انا قلت اكتر من 6 ولكن طبعا عشان الشخصيات دي هي ممكن تتغير. واللي عرفناه بعد كده انه تقريبا هيعملوا مشروع لهيبن ويستلر اللي احنا برضو مش عارفين مستقبله هيتعمل ولا لا، وبرضو المشروع بتاع المويرترو اللي احنا مش عارفين اذا كان هيتعمل برضو ولا اتلغى. طبعا على حسب التسريبات اللي هي لسه نازله من كام يوم واتكلمت عليها هنا في القناه، موربيوس المفروض ان هو يظهر في خلال البوست كريت سين بتاع فيلم فينوم 3، وهيبقى واضح ان هو جاي من العالم بتاع فينوم اللي هو توم هاردي، والعالم بتاع فينوم توم هاردي موجود فيه نسخه لسبايدر مان ولكن ما بقاش هو سبايدر مان، لان ساعتها سبايدر مان هيكون عباره عن بيتر باركر واحد عنده 10 سنين، واندرو جارفيلد سبايدر مان هيبقى موجود في العالم بتاع فينوم توم هاردي بالغلط، وده بسبب التعويذه بتاع دكتور سترينج. الشخصيات دي كلها ممكن ان هي تنتقل للعالم بتاع الام سي يو ونشوف المشروع بتاع سينستر 6 هناك، ممكن نشوفهم ان هم هيروحوا للعالم بتاع توبي ماجواير وهنشوفهم ان هم هيضربوه، وده على حسب بقى شركه سوني هي عايزه تعمل انهي مشروع من الاثنين. بس كده يكون الفيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتاكد ان انت مفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. وعندك حسابات السوشيال ميديا موجوده تحت في الديسكربشن وظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه، ممكن ان انت تتابعني عليها. ولو عندك اي راي اكتبوا لي تحت في التعليقات، كده كده برد على الكل. واشوفكم المره الجايه وبيس.